ليه اول لما بنحس ان احنا overwhelmed اول حاجة بنفكر فيها ان احنا نقاد حاجة في حياتنا، زي نقاد حاجة في الروتين بتاعنا او نقاد activity او ان احنا نسافر. مع ان ممكن تكون الحل للمشكلة بتاعتنا مش ان احنا نقاد حاجة جديدة في حياتنا، بل العكس ان احنا نسبتراكت حاجة. وعشان تفهم انا بتكلم في ايه خليني اديك نبذة عن حياتي. فانا واحد بيتمرن باور ليفتنج وبوكسينج وسكاي دايفنج، شغال 9 to 5، وببوست الفيديوز بتاعت يوتيوب وعلى انستجرام. وفي نفس الوقت بحاول ان انا اتعلم الفوتوغرافي والفيديوغرافي. فساعات كتير بيجيلي الاحساس ان انا overwhelmed، واول لما بيجيلي الاحساس ده اول حاجة بفكر فيها ان انا ااد حاجة جديدة. ودايما بفكر ان انا اد حاجة زي الجورنالينج، او ان انا اد اكتيفيتي زي المشي. وساعات قليلة بحس ان انا الحل بتاعي في ان انا اسافر. الحقيقة انا جربت الحاجات دي كتير، وللأسف ولا مرة نجحت معايا. آخري إن أنا بحس إن أنا ريحت لمدة يوم أو يومين وبرجع تاني للإحساس الأوفروالمينج. وسبحان الله أنا كنت عايز أعلي الأرقام بتاعتي في الباور ليفتنج، فقلت إن أنا هوقف البوكسينج شوية. ولأسباب تانية وقفت السكاي دايفنج. وبدأت أحس فجأة كده إن في حاجة اتغيرت في حياتي، بدأت أحس إن البرودكتيفيتي بتاعتي بدأت تزيد شوية، بدأت أحس إن الإحساس بتاع الأوفروالمينج بدأ يقل شوية. وبعدين اتفرجت على بودكاست بيتكلم برضه على موضوع السبتراكشن ده. فبعديها قعدت مع نفسي وقعدت افكر، قلت هو احنا ليه اول ما نكون اوفر اول حاجه بنفكر فيها ان احنا نقاد مش ان احنا نسبتراكت ونشيل حاجه؟ ما هو انا اوفر بحاجه، فاكيد الطبيعي ان انا افكر ان انا اشيل حاجه مش ان انا اقاد حاجه. ليه دي ما بتجيش في بالي؟ بعد كده قعدت افكر برضو ان احنا كطبيعتنا احنا ما بنحبش نخسر، فان انت تسبتراكت حاجه معناها ان انت تخسر حاجه. فمش طبيعي ان انا افكر ان انا اسبتراكت، الطبيعي ان انا افكر ان انا اد. واعتقد هي ديت المشكله دايما اللي بتقابلنا لما بنكون اوفر ان احنا لما بنكون اوفر احنا بنزود حاجه على الاوفر اللي احنا فيه. ما بيجيش في بالنا ان احنا نسبتراكت، مع ان معظم الوقت هيبقى حلنا لما نكون اوفر احنا بنعمل حاجات كتير. فالاحسن لنا ان احنا نقلل حاجه من الحاجات اللي احنا بنعملها كتير. والسبتراكشن برضو فيه مشكله، وهي ان انت بتقدرش تسبتراكت حاجه غير لما تكون فاهم الموضوع بالكامل. فتخيل مثلا انت واحد عندك عربيه وبتظبطها، فعمال مثلا تغير العجل بتاعها، عمال تغير مثلا البادي بتاعها، شلت البادي الكربون فايبر مثلا هو معمول فيها وحطيت حديد عشان ما يتكسرش، وعمال تشيل الموتور وتحط موتور اكبر. فجأة لقيت ان العربية مش بتتحرك من مكانها. فلو انت مش فاهم العربية ومكونات العربية والعربية ازاي شغالة، هتلاقي نفسك مش فاهم ايه اللي انت محتاج تشيله عشان العربية تمشي. فاحنا نفس الموضوع برضو في حياتنا، بنقعد نزود حاجات في الروتين بتاعنا، نزود اكتيفيتيز، واحنا مش فاهمين ايه اللي لو شلناه هيظبط لنا حياتنا. طب يا عم اقتنعنا بموضوع السبتراكشن ده، ازاي نimplement الموضوع دوت في حياتنا؟ ان انت تimplement موضوع السبتراكشن ده موضوع بسيط جدا. زي ما انت عندك حاجة اسمها التو دو ليست، عندك حاجة اسمها نوت تو دو ليست. ودي بكل بساطة بتقعد مع نفسك وتبدأ تشوف ايه اللي في حياتك اللي انت مش essential ليك ان انت تعمله الفترة دي. وده ممكن يكون اصعب ما في الموضوع. تبدأ تقعد مع نفسك وتشوف activity انت بتعملها، كل حاجة انت بتعملها في حياتك هل هي مهمة ولا مش مهمة، ولا هي بتعملك overwhelming على الفاضي وخلاص. وتبدأ تعمل list بالحاجات اللي not to do. فانت اول لما تكون overwhelmed دايما افتكر ان الحل بتاعك مش دايما ان انت تقاد حاجة، احيان كتير بيبقى ان انت subtract حاجة. فاول لما تحس ان انت overwhelmed ابدأ اعمل two lists. list اللي هي to do الحاجات اللي انت المفروض تعملها واللي هي essential في حياتك، والليست التانية اللي هي not to do، ودي الحاجات اللي هي مش essential. ممكن تكون هي دي السبب الرئيسي اللي خليك ان انت حاسس ان انت overwhelmed. وانس ان انت بدأت تحس ان الاحساس بتاع الاوفرويلمنج ده بدأ يخف، لو انت عايز تزود حاجة تانية على الروتين بتاعك ابدأ زودها. شكرا.